ممكن اعمل حاجه قبل ما نبدا الفيديو؟ يا ريت يا حبيبي. حلو دي. اعمل تعالى كده. انت يا اسطى ما تعملش كده وتسيبني بعديها يا اسطى. لا لو تعمل كده كمل يا اسطى، كمل للاخر يا اسطى. ازيكم يا جدعان، عاملين معاكم احمد سعيد بيرج وعمر كاتوس الاحضار. انا مبسوط يا جماعه بجد ان انتم منوريني يعني اول مره ايه يا عم، انا قعدت المكان ده 90 مره. الكادر ده كادر عظيم، كادر عظيم، كادر مرعب. الثلاثي ده مرعب. انا ما بحبش حد غيرك على السوشيال ميديا يا جماعه. انتوا والله الاثنين انت اكتر واحد بيضحكني في اليوتيوب المصري كله. يا عم كله ربنا يكرمك يا عم. انا وقعت البنات على السجاده بجد والله. عادي يا جماعه، وزني زاد شويه. وبعدين هم قاعدين على كراسي نظيفه وقاعدين على لا هو جاب قاعدين على زباله يعني. النهارده يا جماعه معانا تراي نوت كرنج، حاول ما تتعصبش. تراي نوت كرينج يا حبيبي يخرب عقلك. Hey mom, I'm just in Egypt with my beautiful husband. You're my husband. You're my husband. Say hello to عايزه my ايه؟ mom. عايزه ايه Say مني hello بقى؟ to my mom. انت عايزه ايه You're مني؟ my husband. انا اعرفك. You're my husband. شفتك بتصوري ايه؟ انا قوي. Say hello to my mom. عايزه ايه دلوقتي؟ لا يا جماعه Say اسمها hello to النزاهه. ايه الراجل مش فارق له، مش فارق له، مش كل عايز يوم من ده. يعني. هو عنده مش عايز، هو مش عايز مش جاي منه. هو انتوا يا جماعه مش بتلاحظوا ان اي حد يجي مصر يعمل المصريين ماتيريال؟ اي حد بيروح في اي بلد بيشوف الشعب بتاعه عامل ازاي وبيعمل منه. طب والهند اثروا في ايه؟ وعملها رخيصه، خلي بالك الهنود كمان عملها رخيصه يعني. وبهارات كتير والله وريحه. ريحه بنت يا مصر. ايوه شيل. هي اللي شالته، هي اللي شالته. ده بص عمل رجله ازاي. عامله كده. بص عارف كده انت هو ليه حوار الافراح الرجاله بتبقى غريبه؟ رجعته عامله كده. انت مني وانا حته منك تبكي القصه. عضله يخرب بيت العضله. انا عايزه عضله، انا عايزه اقلعها اشوفها. قولي بقى انا عايزه اشوف الحاجات دي ازاي. الله الله الله. من ايدي كده ما لقيتهمش. ايه اللي ما لقيتهمش؟ أنا قصدها ايه؟ استنى عملت وقف هم برجو، فين؟ وقف برجو. قصدها ايه بالظبط ما لقيتهمش؟ قصدها ايه ما لقيتهمش؟ قصدها على ايه يا عمر يا كاتو؟ هقول لك يا اسطى، اديني فرصه اشرح لك. حاضر يلا اتفضل بشرح. يا مصر بتعملها ازاي؟ بحط ايدي ما لقيتش حاجه. على فكره انت تعرف ان دي اسمها نو منطقه. دي نو منطقه. انا اتعلمت وانا صغير. دي نو منطقه. لو حد جه لم نو انهي هنا اللي هي هنا البرافت لسه المدرس هيتريل على امه يشرح. دين اهلي بيسب الدين. بس يا اسطى ده مدرس كيمياء كيمياء عادي. ويقول لك البراكت ده معناه راح زياد فزلوكه راح طلع قال لك بس عرفته ده الكونسنتريشن. يعني ايه والنبي كونسنتريشن يا عم. كونسنتريشن. انت فاهم يعني ده إيه التركيز. كونسنتريشن هو التركيز. انا فاهم هو عايز تركيز يوصل يا لايه باشا. في الاخر. ده بتاع الكيس ده بتاع الغلابه. ده بتاع الكيس. اللي عنده من ده كداب. كونسنتريشن خد. هو ايه ده؟ ايه ده الراجل ايه ده يا عم؟ ده في يا ايه؟ اسطى جاي اتعلم. ضارب كيمياء. بيتكلم زي الطلبه، بيتكلم زي الطلبه. بيناقش عادي. لغتهم. استنى، هو انت عايز تقول يعني ان هو بيتكلم زي الطلبه؟ انا عايز اللي هو انا منكم يعني. يا اسطى انا عايز اقول كده يا اسطى. اللي هو انا من جيلكم يعني. بقول خد وبقول خو وبتاع. وبسب الدين سيب زيكم. الدين ولما بقعد مع اخواتي بشتم وبابا كان ايه. استنى بيحنكش يا اسطى، بيحنكش للكاميرا. انت عارف ان انا ممكن اخلي صوابعك تتحرك؟ ادوس على حاجه تلاقي صباعي اتحرك. انا عايزك تحاول وتفشل وتحاول تاني وتفشل وتحاول لغايه والله العظيم هو ما يقصد اي حاجه من اللي جت في دماغكم ابدا. هو الراجل بيصور عشان يوصل لنا المدرسين بيرفعوا من معنويات الطلبه. المستر بتاعي عمرك علمت حد السحر طبعا. واختفيت بعدها؟ طب معلش المستر في حصه البنات بيضحك بس مثلا، هل هو قصده كده ما بيشرحش مثلا؟ عايز يقول كده. ان هو ما بيشرحش بيقعد عايز يقول يضحك ان هو بيضحك بس. في بقى في حصه الولاد. لا 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 مش ممكن بقى. المستر البايسكل بيدرس ماده ال جي بي تي. دي مش حصه الولاد، دي بيبقى الحصه الميكس. فبيبقى الولاد دول بالنسبه له اضحيه يقدر يقدموا مقربين للبنات وهو عنده جوه. وهو عنده نخش على الكومنتات مثلا. هو ده مستر انا فاكره واحد في ثانوي. ده انا تعبان. انا تعبان. لا ده مش دكتور، ده مش دكتور، ده مدرس. تعبانه. انا دلوقتي بتكلم معاه في فكره ثانيه خالص. فكره ان في حد انت عارف ان ده ما ينفعش، غير مؤهل، ما ينفعش، مش شغال مدرس، بس كمان لما يبقى هو ما ينفعش وينفع. ادي اللقطه بقى، زي اللي بيسافر بره يشتغل سباك كده. بيعلمها يعني.
عامل كده. اوكي يا اسطى هما بيدوا الحاجات دي عشان سنه عامه. الكومنت هنا هتفهم كل حاجه. انا مش هجيب له شوكولاته، انا هجيب له المأذون. اقرا صح، مش هجيب له شوكولاته. تخيل لو مرتبطه بواحد مدرس وشفت له فيديو زي ده، تبقى انت ما بتغيريش على اهل بيتك. عارف انت اللي هو شيبس جبنه المتبله اللي بيكون فيه بقايه هنا نقط كده. ما هو الكومنت ده مكتوب كده، كل أيوة. الحاجات دي مكتوبه في بوزو على الشاشات، في بجد بوزو، في بصمات بوزو يعني. احسه مسكين عشان هو عامل ايده كده، هو عامل كده. وتظنون انا جاي اخد معاكم. المستر ده بيدي في انهي سنتر يا جماعه؟ مش عايزك اخد معاكم. اموت في الشوكولاته وحلاوه الشوكولاته وستيل الشوكولاته وجمال الشوكولاته، وانا كلامي مش على الشوكولاته. وعايز اخد معاكم. بيدي في انهي سنتر؟ بص يا صديقي، بص ما تقوليش يا صديقي، بص يا انا صديقي. مش صديقك. انا عندي مشكله في المدرس ده، ان انا شاكك بس ما وفي عندكش لحظة دليل؟ ادراك، ان انت ما عندكش دليل. بس ما عنديش دليل. انتوا ده من انهي بو وفي بقى؟ يعني اللي هو يعني بيعمل ايه في الحقيقه يعني؟ بيهزر يعني. انسان زينا يعني. بص ده بيشتري حاجات. ايه ده سبحان الله. دي بقى الحاجه اللي تهيج بقى، اللي فات كله يعدي، بس دي بقى دي لا مستر، هو حضرتك بتدي سنتر ايه؟ ده الاهلاوي. ده هو كده الاهلاوي. مستر سؤال صغير قد كده، انت بتدي في انهي سنتر؟ بس وهو عنده جوه. والله العظيم انا صفا تانية ثانوي مش مخطوبه وعايز اخد معاك. وعايز اخد. انا هاخد معاك. انا لو ما خدت عشان لو عندك مبادئ، كان انت في الاخر تقول لهم عايز اخد مع المستر، اقول لك انت مخطوبه عشان لو مخطوبه هتسيب خطيبك، واحنا مش عايزين كده. وهو عنده جوه. يا بخت اللي مش عارف القصه. يا بخت اللي ما شافش الفيديو. عايشين ازاي؟ انا ما اكلتش غير بقسماط من امبارح انا والقطط. دي بنت علي الحجار. and it's like هو مش انا ابويا علي الحجار. هي مش لاقيه تاكل، فهي عايزه ان ابوها يصرف عليها ولا ابوها ايه؟ كارف يعني. طب ما تشتغل مثلا. بس لا هو على لا معلش الحجار يا ليه جماعه، معلش يا تشتغل؟ جماعه ثانيه واحده، هو برضه ابوها يعني. يعني ايه برضه ابوها؟ يعني ايه ابوها بنته. ايوه بقى هتطلع تشرد له. ايوه شكلها بقى لها كتير ما كانتش غير بقسماط، محتاجه بجد تلفت النظر يعني. بعدين اشتموها هتاخدوا ثواب. استغفر الله العظيم. ممكن يا جماعه كلنا نخش نشتمه على الاكونت بتاعه بليز. انت عايز تدافع عن اي حاجه؟ لا مش عايز ادافع، انا بس افتكرت كنز مدبولي. اللي يقدر يعمل كده عنده بوت اكونت او حاجه، خش عندها اشتمه ايه؟ فيه. بوت اكونت؟ ايه البوت؟ ايه بوت اكونت؟ يا جماعة، مش بوت دي يعني لا هتاخدوا ثواب، اصل ده تيست. هو ربنا بيبعت للناس تيست. انت معاك فلوس، هنوري هتعمل بالفلوس دي. بس الصراحه يا اسطى بتضايق لما بلاقي اب ما بيصرفش. ما بيدلعش اهل بيته. والله العظيم ما بهزر. ليه؟ هي المفروض كبيره تشتغل. ما ممكن تكون كبيره بس يا عم في ظروف. هل انت ابوك بيصرف عليك؟ لا تصدق انا ابويا بيصرف عليا. وهو عنده جوه. انت فرحان انك اخيرا مهاجر بره بلدك، بس اللي جنبك في الطياره بنص الكلام قال لك انا دكتور واكتشفت علاج لك. صح استلم جايزه. على فكره الجمهور ممكن ما ياخدش باله، قصدهم ان الطياره هتنفجر. يا جماعه الواد ده عبقري اقسم بالله. نفسي اعرف هو بيعمل كده ليه؟ نفسي احضر له اللايف اعرف ليه. بص الاوتفيت ده، بص الاوتفيت الجبار، ايقونه الفاشن. تعالى معلش. يا دين ولع فخامه. ايه بقى ده؟ ولع فخامه. يعني ده اوتفيت ايه؟ لا معلش ارجع كده. ولع اديداس على الووتر زيب على البولو. مجرم. الكومبو ده خلي بالك محتاج جرأة. عارف لما تشوف حد لابس اوتفيت جامد لدرجه انك ما تبقاش عايز تلبسه، انت عايز بس تمشي جنبه. انا عايز امشي جنبك. انا عاجبني بقى في واحد صعد الامور شويه بقى، يعني قال له ايه، والله هجوزك امي. ده طاقته ما استحملش اكتر من كده، هيجوزه امه. الو مين؟ ايه يا بنتي؟ تسألني ليه؟ عايزانا نركع؟ لا مفيش ركوع يا ماما. انا اديتك فرصة مرة واحدة، قلتلك كذا كذا، ما تخرجيش ما تعمليش، ما سمعتيش الكلام صح؟ مين يا جماعه؟ انا فرقتي. مين ما نفسوش المرض ده؟ والله بجد عايز يحصل كده يا جماعه. بعد ما انا اختنيت جاي تقولي لي عايزة نرجع، خلاص يا ماما مفيش الكلام ده. انا بقيت في تاني خالص. هو مصدق ايه؟ انا همسح رقمك، ده رقمك الجديد هعمل لك منه حظ. عمل حوار. خلاص نسيتك. هو يا ماما انا كده على فكره الحوار ده نفسه يعيشه بجد. انا نفسي اعيشه اصلا. يا جماعه انا عايزه اقول نصيحه للولاد وبجد انا مش بهزر. انت معاك 3 حلول، يا تلبس كلوت طويل يبقى لحد هنا يغطيها، اوكي مش عايزه اوضح اكتر من كده،
يا الا تلبس فالنه تدخلها تشمطها، مش تدخلها بقى، احنا كده بنقول انا شايف ان كلامها لغة صح. الشباب. انا شايف ان هي كلامها صح. انا شايف انها بتتكلم صح. جوه الكلوت او جوه البنطلون بتاعك، يا الا ما تسقطش البنطلون. 3 حلول: تلبس كلوت، تلبس فانلة طويله وتدخلها عادل جوه الهدوم، ترفع البنطلون كويس ما تنزلوش، ما تسقطش متفق، البنطلون. أنا ليه؟ لان متفق. انا اللي حاضر. بشوفه ولا يسر عين ولا دين ولا الحاجات دي ما حدش بيفهمها غير اللي بيمر بيها والله. ايوه يعني انا من يومين يا اسطى، انا كنت بتضايق دايما من منظر الصنايعي اللي واقف ما عادش بيعمل حاجه، اللي هو الربع اللي بيبقى الربع أولاني ده الربع الحته انا غيرت الاستوديو الناس خدت بالها. وانا بغير الاستوديو قعدت بقى اركب واشيل واحط وبتاع، اتبهدلت اتمرمطت. على اخر اليوم بعد 7-8 ساعات شغل بعمل حاجه ما احسبش وقتها، انا متاخر، انا خلاص بقالي شويه حلوين كده وزادت بينك وبين عرفت ان انا خطوة. مش خطوه، انا جوه خلاص. ده إن. انا ايه يا اسطى، والله عرفت ساعتها ان دي حاجه مش بايدي. انا حاسس هنا بتراب وحاسس هنا بحاجه فخلاص بقى فاهم، مش هحس بحاجه ثانيه. لا انت ما كنتش الحته دي عامل اصلا من مشاعر. كتر ما هي ما بتستخدمش اصلا ما بيبقى عندكش خلايا حسيه فيها. يا ريت البنات تفهم يعني. محدش شايف الموضوع ده والله. انت لو راكب ميكروباص سلوك. ودافع 8.5 ومستني جنيه ونص ونازل موطي مصيبة ودماغك هتتخبط او شايل السماعات عشان ما تقطعش، اكيد ماسك سماعات بسلك، هتقعد تشوف انت باين ولا لا. مبسوط جدا والله بالكولاب النهارده معاك يا كاتو ومعاك يا سلاحدار، والله اتشرفت بيكم يا جماعه. عادي يا عم. و سلام عليكم.